يا جماعة أنا بعت العربية والبيت واتجوزت أوكرانية، وهعيش في شرم الشيخ بقى. خدها واطلع على شرم الشيخ وأعيش. وقت الفجر بيصحى أهالي العمارة على صراخ وخناقة قوية، والصوت كان جاي من الشقة اللي موجودة في الدور الأرضي. المشكلة بقى إنهم على طول بيشموا روائح غريبة طالعة من الشقة دي، ده غير كمان التصرفات المريبة لصاحب الشقة. فعلى طول بينزل صاحب العمارة علشان يشوف إيه الموضوع، وهنا بيلاقي كوارث ومفاجآت بتكشف عن جرائم مرعبة. علشان تعرف تفاصيل حكاية أخطر سفاح في اسكندرية وخليفة رايا وسكينة، تابع معايا في الموضوع من أوله. الحكاية بدأت سنة 1974 في محافظة كفر الشيخ، لما اتولد نصر الدين في أسرة بسيطة ومتدينة. كان معروف عن نصر الدين إن هو طفل هادي وعنده أخلاق، ولما كبر دخل جامعة الأزهر فرع دمنهور في البحيرة، وتخصص في كلية شريعة وقانون. والحقيقة كمان إن هو كان متفوق جدا في دراسته، وتخرج منها سنة 1994 بتقدير جيد جدا، وكان متفوق جدا في اللغة العربية ولبق جدا في كلامه، لدرجة كمان ان هو ممكن يقنعك بأي حاجة في وقت قصير. ويمكن ده اللي كان بيفيده في حياته زي ما هنشوف بعد كده. وكان بيشترك في واحدة من لجان حقوق الإنسان، وكان بيدافع عن المظلومين، وكان بيساعدهم في حياتهم. المهم انه بعد ما بيتخرج من الجامعة بيدور على شغل في مكتب محاماة، لكن ملقاش شغل، فقرر ان هو يسافر على اي دولة عربية وهناك هيقدر يحقق فلوس كتير. وفعلا لقى فرصة شغل في الأردن في شركة كبيرة جدا هناك، كانت طالبة موظف شؤون قانونية عندها. وبيسافر نصر الدين على الأردن وبيشتغل فترة طويلة هناك، بس يظهر انه كان طمعان ان هو يكسب فلوس كتير عن طريق النصب والخداع، وبدأ فعلا يستغل مشاكل العملاء لصالحه وبدأ يطلب منهم فلوس. ساعتها سمعته الوحشة بدأت تنتشر في الأردن، فقرر ان هو يروح على اي دولة عربية تانية. فبيروح على السعودية ويشتغل فيها هناك سمسار عقارات، وبيتعرف على واحدة سعودية وبيتجوزها وبيستقر هناك لفترة. لكن فجأة وبدون اي مقدمات بيقرر ان هو يرجع على مصر على طول، ويظهر كده ان هو عمل مشاكل كبيرة، فقرر ان هو يهرب بسرعة. حتى مش معروف هو عمل ايه مع مراته اللي في السعودية. المهم انه لما رجع على مصر قرر بالفلوس اللي معاه ان هو يفتح مكتب محاماة. والحقيقة ان بالرغم من كل اللي بيشوف نصر بهدوءه ودقنه اللي مربيها وعلامة الصلاة اللي على جبينه بتقول ان هو راجل متدين جدا، فكانت الناس بتثق فيه بسهوله. ويظهر كده ان نصر الدين كان بيستغل الموضوع ده لصالحه، وكان بيزيد على كده بانه بيشغل قرآن على طول في المكتب وبيمشي بسبح علشان الناس تعرف ان هو متدين ومش ممكن يضحك عليهم. ولما فتح المكتب بتاعه في الاسماعيليه ما كانش بيجيله زباين كتير علشان هو مش معروف، فقرر ان هو ينزل المحكمه ويقضي فيها النهار كله، ويراقب كل الناس اللي داخله واللي خارجه، ويشوف مين فيهم اللي عنده مشكله ويعرض عليه ان هو يحلها له. وطبعا ما كانش بيختار اي حد ولا اي قضيه، كان بيختار الناس اللي بيبان عليها انهم اغنياء، والقضايا بتاعتهم بتكون عباره عن ورث او بيت ملك او حتى خناقه مع العملاء، لانه بيكون عارف ان الناس دي معاها ممتلكات كتير وفلوس اكتر، فبيقرر ان هو يستغل الناس دي وياخد فلوسهم وينصب عليهم. وطبعا كمان كان بيعرض مساعدته على الستات الحلوه اللي لما كانوا بيجوا المكتب عنده علشان يساعدهم في القضيه بتاعتهم كان بيستغل حاجاتهم في انه يقضي معاهم سهرات ممنوعه. مش بس كده، ده كمان بيطلب منهم ان هم يقضوا سهرات مع ناس اغنياء، وطبعا ده هيكون في المكتب بتاعه او الشقه اللي مأجرها، يعني بالبلدي كده شغال في الدعاره. يعني كان الصبح يروح المحكمه ويقعد فيها النهار كله ويختار الزباين والقضايا، وبعد الظهر يروح على المكتب علشان يستقبل الزباين بتوعه، وبالليل بيفتح المكتب لسهراته الخاصه. وطبعا كان بيجيب في المكتب مخدرات وحشيش، وكانت الروائح الممنوعات دي بتوصل للعماره كلها، والناس كلهم كانوا متضايقين منه. بس اللي كانوا بيتضايقوا منه اكتر هو الستات والرجاله اللي داخلين خارجين معاه. بس الحقيقه ان نصر الدين ما كانش بيقعد في مكان لفتره طويله، وكان لما بيعمل عمليه نصب
وبيحس ان في خطر بيسيب المكان فورا ويروح على مكان تاني يعمل فيه عمليات جديده. وكان بيستنى اي حد من العملاء ان هو يعمل له توكيل ويستولى على ممتلكاته ويهرب على طول. وفي سنه 2019 نصر الدين بيتعرف على واحده اسمها منى، ست متدينه ومتنقبه، وبيعرض عليها الجواز بس جواز عرف. والغريب ان هي فعلا بتوافق وبيتجوزوا في سنه 2020، وبتبدا ان هي تساعده في حياته وتشجعه على المحاماه. لكن يظهر كده ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه عن مهنته التانيه اللي هي النصب. في الوقت ده نصر الدين بيقرر ان هو يسيب البلد ويروح على اسكندريه، وطبعا بياخد مراته معاه وبيروحوا يستقروا في منطقه في اسكندريه اسمها العصافره. الغريب بقى انه لما كان بيطلب شقه يعملها مكتب كان بيطلب شقه في الدور الارضي، بالرغم ان اصحاب البيوت كانوا بيستغربوا من الطلب بتاعه، بس هو كان بيتحجج وبيقول لهم ان هو بيجيله عملاء كبار في السن وما بيقدروش يطلعوا السلم. وكالعاده طبعا وباسلوبه كان بيقدر يقنع اي حد وبيضحك عليهم. وطبعا لزوم الشغل كان عامل صفحه على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبينزل فيها ادعيه وايات من القران، وبيعرف نفسه ان هو المستشار القانوني نصر الدين، وكان بيبين للناس كلها ان هو شخصيه محترمه، لكن في الحقيقه هو غير كده خالص. وكانت المفاجاه ان مراته منى بتعرف الحاجات اللي هو بيعملها، فبتتخانق معاه خناقه قويه وبتطلب منه الطلاق. لكن بدل ما هو يطلقها قرر ان هو يتخلص منها علشان يحافظ على اسراره، وفعلا بيقتلها بسكينه وبطريقه احترافيه بتخلينا متاكدين ان دي مش جريمته الاولى، خاصه بيكون عارف ازاي بيخلي الجثه ما تطلعش ريحه. فكان بيلفها في كاس كتيره محكمه الغلق، وكمان بيلفها في سجاده كبيره، وبيحفر حفره في ارض مكتبه وبيدفنها فيها. وتاني يوم بيروح على النجار وبيطلب منه ان هو يعمل تابوت خشب، وبياخده وبيروح على المكتب وبيرجع يحط فيه مراته منى اللي قتلها ويدفنها في الارض. الغريب بقى ان كل ده حصل ومحدش سأل ولا شاف ولا شك في تصرفاته. والاوضه اللي دفن فيها مراته منى رش فيها معطرات كتير وقفلها بالمفتاح علشان يمنع اي حد يخشها، وبعدها بيرجع يمارس حياته عادي جدا بشكل طبيعي. وكان بيأجر بدل الشقة 2 و3، وكان بيدفع كل ده وبيكتبها باسمه. وكان اي حد من العملاء بتوعه عايز يقضي سهرة ممنوعة كان بيديله مفتاح اي شقة من دول ويروح يقضي فيها السهرة بتاعته مقابل فلوس. وطبعا بيرجع تاني يوم يروح للمحكمة وبيعيد القرة من جديد. ولما بيروح المحكمة بيلاقي راجل شكله محترم وواضح عليه ان هو غني، فبيفضل يراقبه علشان يعرف تفاصيل القضية بتاعته. وبيعرف ان الراجل ده جاي المحكمة علشان يعمل تراخيص للعمارة بتاعته، فجاي علشان يبني دور كمان في العمارة بتاعته، فجاي ياخد ترخيص بانه يبني الدور ده. نصر عرف ان الراجل ده لسه راجع من الخليج ومعاه فلوس كتير، وانه بيشتغل مهندس واسمه محمد ابراهيم وهو في 60 من عمره، فبيقرر ان الراجل ده يكون شغله الجديد. وهنا بيروح للراجل ده وباسلوبه بيقدر ان هو يقنعه، فبيقول له ان ورقه العقد والتراخيص اللي معاه فيها مشكله قانونيه وممكن تعمل له مشاكل ولازم يغيرها. لكن طبعا الموضوع ده محتاج ان هو يروح للمكتب ويقعدوا مع بعض. وللاسف الراجل بيصدق وبيروح المكتب بتاعه، وساعتها نصر الدين بيقول له ان هو عنده عرض احسن للبيت بتاعه، وبيقول له ان هو عنده مشتري للبيت بتاعه ممكن يدفع فيه اضعاف ثمنه، لان المشتري بتاعه كان بيدور على بيت في نفس المكان. والحقيقه ان المهندس محمد بيستغرب لان السعر اللي عرض عليه نصر يعتبر اضعاف سعر البيت، فبياخد منه رقم التليفون علشان يتواصل معاه لما يفكر في الموضوع. وساعتها المهندس محمد بيروح لبنته ساره وبيقول لها على كل اللي حصل. والحقيقه ان بنته بتستغرب لان ابوها ما كانش عايز يبيع البيت، ده كان عايز يروح المحكمه علشان يعمل ترخيص علشان يزود البيت دور، وازاي دلوقتي بقى مقتنع ان هو يبيعه كله. بس اللي كانت مستغرباه من السعر الرهيب اللي عرض عليه الراجل، وده اللي خلاها تحس ان الموضوع كله مش حقيقي، واكيد الراجل ده بيضحك على باباها وما عندوش بايع ولا اي حاجه. وبيبدا المهندس محمد وبنته ساره ينسوا الموضوع. لكن بعد فتره المهندس محمد بيروح يزور اخته، وفعلا بيجيله اتصال من نصر الدين وبيقول له ان المشتري موافق ان هو يخلص في البيت، وبيقول له ان هو لازم يجيله حالا علشان يخلصوا ويتفقوا، لانه مش هيعرف يتواصل مع المشتري ده تاني بعد كده. فالمهندس بيقول لاخته ان هو هيروح مشوار مع المحامي، وبيقول لها تتصل ببنته ساره وتطمنها ان هو راجع على طول. وطبعا العمه بتتصل بساره، بس ساره بتحس بحاجه غريبه، لكن الاغرب من كده ان الاب مش بيتاخر ساعه ولا 2، لا ده بيتاخر يومين كاملين. وفي اليومين دول الاب ما كانش بيرد على التليفون، لكن الاغرب كمان ان هو كان بيبعت رسائل لبنته. اللي بتستغرب ان ابوها بيبعت لها رسائل اللي عمره اصلا ما بعت لها اي رساله، وكان دايما بيفضل ان هو يتصل بيها ويكلمها لانه ما كانش بيعرف يستخدم رسائل التليفون، وكان بيفضل طول الوقت ده يبعت لها في رسائل ويقول لها ان هو مشغول
وهو كويس، وبيطلب منها كمان ان هي تسيبه فتره وما تسالش عليه. لكن ساره بتفضل تتصل بابوها طول اليوم، وفي الاخر بتبعت له رساله بتقول له انك لو ما ردتش عليا انا هبلغ البوليس وهحكي لهم على كل اللي حصل. والغريب ان فعلا بتلاقي مكالمه من ابوها، وبالرغم ان ده صوت ابوها لكن بتحس ان هو محطوط تحت ضغط كبير، وكانه بيتكلم بصعوبه بسبب اصابه في بقه. ده غير كمان ان هو كان بيتكلم بخوف وكانه تحت التهديد. والاغرب من كده بيقول لها ان هو باع البيت والعربيه، وان هو اتجوز واحده يونانيه وهيسافر شرم يعيش هناك. يا جماعة أنا بعت العربية والبيت واتجوزت أوكرانية، وهعيش في شرم الشيخ بقى، خدها واطلع على شرم الشيخ وأعيش. ولا إيه رأيكم؟ وطبعا ساره وجوزها بيتاكدوا ان الاب وقع دلوقتي في مشكله، فبيسالوه هو مع مين دلوقتي ومين اللي باع له البيت والعربيه، فبيقول لهم ان هو مع المحامي نصر الدين، وهو اللي كان بيساعده في كل حاجه. فجوز ساره بنته بيطلب منه ان هو يدي التليفون لمحامي نصر، وفعلا المحامي نصر بيتكلم بثقه وبيقول له ان الاب عايز يعيش حياته، علشان كده هو باع له البيت والعربيه وراح اتجوز من واحده يونانيه. وطبعا ساره وجوزها تاني يوم عملوا محضر عن اختفاء ابوها المهندس محمد ابراهيم، وقالوا ان اخر واحد كان موجود معاه المهندس محمد هو المحامي نصر الدين. ولما تم استدعائه لاسم الشرطه قدر ان هو يخرج منها زي الشعره من العجين، وكان بيقنع ضباط الشرطه ان هو ملوش اي علاقه باختفاء المهندس محمد ابراهيم. وساعتها بيقرر نصر الدين ان هو يغير المكان بتاعه، وفي سنه 2024 بياخد مكتب جديد دور ارضي في منطقه المعموره اسكندريه، وتحديدا في شارع مي زياده. والغريب ان هو بياخد التابوت اللي فيه جثه مراته منى وبيحفر ارض المكتب وبيدفنها فيها على عمر، وكان بيقفل الاوضه دي بمفتاح لان المكان الجديد اللي هو اخده عباره عن اوضتين وصاله، وفعلا كان بيعيش حياته بشكل طبيعي وبيقضي فيها كمان السهرات بتاعته. وبعد شويه بيرجع المحكمه علشان يستلقط زبون جديد، وفعلا بيلاقي واحده ست اسمها تركيا وغنيه جدا وعندها ممتلكات. والست تركيا دي كانت تعتبر في 60 من عمرها، وكانت جايه المحكمه علشان تشتكي من واحد من العملاء بتوعها. طبعا ساعتها نصر الدين بيدخل عليها وبيقول لها ان هو محامي شاطر جدا ويقدر كمان ان هو يكسب لها القضيه ويطلب لها تعويض، لكن عشان يعمل لها كل ده لازم تعمل له توكيل رسمي. وفعلا باسلوبه قدر ان هو يقنعها ان هي تجيله مكتب علشان تعمل له توكيل. وبعد ما بياخد التوكيل ويبقى في ايده بيتاكد خلاص ان في جزء من ممتلكاتها يعتبر بتاعه، فبيروح على الخصم اللي هي رفع قضيه قدامه وبيقول له ان هو ممكن يخسرها القضيه مقابل ان هو يدفع له فلوس. وفعلا الراجل بيدفع له فلوس. وتاني يوم نصر الدين بيخسر القضيه وبيكلفها مصاريف، لا وكمان بيطلب منها اتعاب القضيه. ساعتها الست بتروح له المكتب عنده علشان تتخانق معاه، لكن للاسف هي ما تعرفش ان هي وقعت مع سفاح ما بيرحمش، لانه بمجرد ما بتدخل المكتب وبتبدا تتخانق معاه بيخبطها بحاجه على راسها وبيغمى عليها. وساعتها نصر بياخد الفيزا بتاعتها وبيبدا ان هو يستخدمها وياخد كل الفلوس اللي عليها لمده 3 شهور كامله. وبعد ما خلصت كل الفلوس بيقتلها بطريقه بشعه وبيلفها في اكياس وسجاده كبيره وبيدخلها نفس الاوضه اللي دفن فيها منى مراته، على اساس ان هو هيحفر جنبها ويدفنها، لكن بيحطها في الأوضة وبيقفل عليها على أساس إن هو هيدفنها بعدين. وبعدها بيروح على مطعم كبير وبياكل بمنتهى الهدوء، لا وكمان بيصور نفسه وينزلها على صفحته على الفيسبوك. وبعدها بيتعرف على واحدة ست عندها بنت صغيرة وبيقول لها ان هي تيجي تعيش معاه، والغريب ان هي بتوافق وبتعيش معاه لفتره من غير ما يتجوزوا، وبيقضوا مع بعض سهرات وبيخليها تعيش عادي في البيت، بس بشرط ان هي ما تقربش للاوضه المقفوله. لكن فضول الست بتستنى لما هو ينزل وبتروح على الاوضه دي وبتفتحها، واول ما فتحتها شمت ريحه فظيعه جدا، ولقيت كمان البلاط بتاع الاوضه ده متكسر كله وادوات الحفر موجودة على جنب الحيط، وفجأة بتلاقي قدامها جثة ملفوفة في اكياس. الغريب بقى ان هي بدل ما بتتصل بالشرطة بتبلغ اصحابها، واصحابها دول بيكونوا كمان اصحاب نصر الدين، فبتقول لهم ان هم يجوا المكتب او البيت بتاعه، ولما بيجوا بتوريهم الجثة، واول ما واحدة فيهم بتشوف الجثة بتصرخ من الرعب، فبيسمعوها الجيران. وفي الوقت ده بيجي نصر الدين على البيت بعد ما كان بيصلي صلاة الفجر علشان يحافظ على مظهره الديني قدام الناس. المهم اول ما بيوصل البيت بيلاقي ان في 4 رجالة و2 ستات، والواضح كمان ان هم عرفوا السر بتاعه وجايين علشان يبتزوه، فبتقوم خناقة قوية وبيبدأ الصوت العالي يوصل للجيران
اللي بيروحوا يشتكوا لصاحب البيت علشان يشوف حل في الشقة اللي في الدور الارضي اللي بيطلع منها ريحة وحشة جدا، غير كمان ريحة المخدرات، وغير كمان الناس اللي بيجوا على طول فيها بالليل متأخر. ساعتها صاحب العمارة وابنه بينزلوا علشان يشوفوا ايه الموضوع. وهنا كانت المفاجأة لما نصر الدين فتح الباب ولقى صاحب البيت قدامه، ولقى كمان صاحب البيت ان في ناس جوه حوالي 4 أو 5 كلهم في حالة غير طبيعية. وصاحب البيت بيفتكر ان هم سهرانين سهرة خاصة، فبيدخل الشقة علشان يشوف ايه الموضوع. وساعتها بيلاقي أوضة مفتوحة وخارج منها ريحة وحشة جدا، لكن صدمته الأكبر في الجثة اللي لقاها قدامه ملفوفة في الأرض. وطبعا بيبلغ البوليس اللي بيجي فورا على طول. وهنا بنكتشف تفاصيل أخطر مجرم سفاح في القرن الحديث. والحقيقة ان يومها اتقبض عليه هو واللي كانوا معاه في الشقة، والواضح ان هو يعرفهم كويس وكان ما بينهم صداقة، ويمكن يكونوا اشتركوا معاه في الجريمة. طبعا الشرطة لما بتبعت الجثة دي للطب الشرعي بيعرفوا ان الجثة دي بتاعت الست تركية اللي اختفت من فترة طويلة، لكن الشرطة بتقرر ان هي تحفر الارض اللي كان واضح ان فيها خبايا تانية. وفعلا بيلاقوا التابوت اللي موجود فيها جثة منى، لكن لما بيفتحوا الاكياس بيلاقوا ان هي اتحللت بالكامل. طبعا الشرطه بتقفل الشقه وبتبعت الجثث على الطب الشرعي. والكارثه كمان انه بيلاقوا اعضاء من جثه الست تركيه مفقوده، يعني كمان بيشتغل في تجاره الاعضاء. والحقيقه انه بيعترف بارتكاب الجريمتين، وبياخدوه على المكان علشان يمثل الطريقه اللي هو عمل بها الجرائم بتاعته. وفي نفس الوقت ده بيجي لهم بلاغ من عماره تانية في منطقه الجيش بالمنتزه، وبتقول لهم ان في شقه في الدور الارضي خارج منها ريحه وحشه. فورا بتتحرك قوه على العماره دي، وساعتها بيكتشفوا المفاجاه ان اللي مأجر الشقه دي برضه هو نصر الدين. وطبعا فورا قوه من الشرطه بتخش تفتش الشقه وبتلاقي جواها ادوات حفر. وبعد 5 ساعات من الحفر كانت المفاجاه لما بيلاقوا جثه راجل مقسومه نصين والنص التاني منها متحلل. ولما بيبعتوا الجثه للطب الشرعي بيعرفوا ان الجثه دي بتاعه المهندس محمد ابراهيم اللي اختفى من فتره كبيره. وطبعا بدات كل الكوارث اللي عملها نصر الدين تطلع تاني للنور. واكتشفوا كمان ان هو كان بيستغل اسم الست اللي كانت عايشه معاه في عقود بيع مزيفه، زي عقد البيع اللي عمله للمهندس محمد ابراهيم، وساعتها هي اللي كانت المشتري في العقد اللي طبعا مزيف. واكتشفوا ان اصلا نصر الدين بسبب سمعته الوحشه اتفصل من نقابه المحامين سنه 2017. ده غير كمان ان في 11 قضيه اترفعت ضده بعد ما اتقبض عليه، لان في اكتر من 10 اشخاص كانوا بيتعاملوا معاه واختفوا فجأة. والاغرب من كده كمان ان هو كان متجوز من واحدة عراقية، واتجوز كمان محامية من اسكندرية لفترة، والاتنين الستات دول فجأة اختفوا ومحدش يعرف عنهم حاجة، والواضح انهم كانوا من الضحايا بتوعه. الكارثة ان بعد تحقيقات الشرطة اكتشفوا ان هو كان مأجر اكتر من 20 شقة وكلهم في الدور الارضي، وده معناه ان في ضحايا ناس تانيين مدفونين لسه محدش يعرف عنهم حاجة. والواضح كده ان هو كان شايف نفسه خليفة ريا وسكين. واتحكم على نصر الدين ب4 أيام على ذمة التحقيق، خاصة كمان بعد ما اكتشفوا ان نشاط السفاح ده ممتد للجيزة واسماعيلية واسكندرية وكمان دول عربية. وقبضوا كمان على رجل اعمال اسمه بسيونو حجاج كان بيشترك معاه، واتحكم تاني على نصر ب15 يوم على ذمة التحقيق، لان لحد دلوقتي لسه بيدوروا في الشقق بتاعته والتحقيقات شغاله. والواضح كده ان كل يوم في جديد وكل يوم في كارثه جديده للمحامي ده. والسؤال هنا، تفتكر يا عزيزي المشاهد ان هو كان بيقوم بالجرائم دي لوحده ولا كان في حد بيساعده؟ والسؤال الاهم، كام عدد جثث الضحايا وكم عدد الجرائم اللي ارتكبها المحامي المزيف ده؟ وطبعا اول ما تظهر تفاصيل جديده هنعمل بيها فيديو جديد، وساعتها هنشوف التحقيقات انتهت على ايه وايه الحكم المناسب لسفاح المعموره. ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.